ايه ده يا مصطفى؟ عجبتك صح؟ عجبتني ايه؟ دي الهواء يرد الروح ميتها تشفي ايه العليل؟ العليل دي ريحتها كلها تراب، ريحتها كلاب ميته. ما هو عشان انت هنا في مصر تاخد مناعه. لما تمشي في الشوارع يبقى عندك مناعه من التراب. ماشي يا سيدي، ما علينا. دي العمولة بتاعتك. متشكر قوي يا جميل بيه، بس والله ده كتير. ده مش كتير عليك، وبعدين في يوم الأجرة اللي أنت طلبتها، أنا كلمتي واحدة ما برجعش فيها. ربنا يكتر من كلامك يا رب. بقول لك إيه صحيح؟ أنت عارف إن أنا مش من هنا وما أعرفش حاجة في مصر. لو طلبتك يعني تبقى معايا في أي وقت، ممكن تفضلي؟ رقبتي، أنا خلاص سبت الشغل، أنا هشتغل معاك. لا من غير ما تسيب الشغل، بس لو طلبتك ألاقيك وأنا هعوضك. تحت أمرك. بالمناسبة دي بقى ينفع أعزمك على الغدا عندي؟ أنا ما باكلش. يعني إيه ما بتاكلش؟ عامل دايت يعني. رجيم يعني. بس المرة دي هاكل معاك عشان ما اكسفكش. كتر خيرك. أسيبك بقى تريح شوية كده، تلاقيك تعبان. خش نام بقى كده وارتاح. بس والله ده كتير. مساء الخير. مساء النور. مين حضرتك؟ مش ده منزل فنانة القديرة زوزو؟ هو منزل زوزو بس مين القديرة دي؟ عادل يا عادل، بص لقيت لك فردة الشراب اللي بتدور عليها. طب كويس. هو مين الأستاذ؟ أنا جميل درغام، صحفي ومصور فوتوغرافيا وجاي أغطي مهرجان القاهرة السينمائي. وطبعا أنا جاركم الجديد هنا، وعرفت إن الفنانة القديرة زوزو ساكنة هنا فاتبسطت جدا. حضرتك الفنانة زوزو مش كده؟ لا، أنا الفنانة مجيدة القديرة، أخت الأستاذ عادل. زوزو دي مسافرة تعمل إعلان. طب تمام. والله أنا كنت جاي عشان الفنانة القديرة، بس حضرتك برضه طالما قديرة فاقبلي من الهدية دي بعد إذنك. يا على ذوقك. Vous êtes très gentil. شايف الرجالة؟ دي الناس مخها ضرب. على إذنكم. ميرسي بوكو يا فندم. اتفضل. ميرسي. هسيبكم تدوروا على فردة الشراب التانية. متشكرين حضرتك. مع السلامة. أنا وحدي في البيت. ايه ده يا مصطفى؟ انت ما رحتش الشغل النهارده؟ حبيبتي وحشتيني يا بوجودة يا عسل. 3 وحشتيني وبوجودة وعسل، يبقى انت عامل مصيبة. عامل ايه يا مصطفى؟ مصيبة ايه يا عليا؟ في ايه؟ ده انا حتى جايب لك هدية معايا النهارده اهو. حتى شوفي. ايه رأيك؟ ده ايه ده يا مصطفى؟ ده بيرسول، ده مزيل لرائحة العرق. ده رجالي يا مصطفى. يا شيخة طلع رجالي؟ مع ان الراجل قال لي هيمشي. يلا عليا، طب ايه رأيك في ده؟ وده ايه ده كمان؟ ده حق كريم لعلاج التشققات الجلدية. ومالك جاي على نفسك وجايب علبة كبيرة قوي كده ليه؟ دي أكبر علبة في المحل هناك. لا والله. يعني انت يوم ما تعمل حاجة حلوة وتخش عليا بهدية، تخش عليا بالحاجات دي. ايه ده؟ استنى، انا واخدة مرتبك كله. جبت فلوس منين يا مصطفى؟ سرقت حد يا مصطفى؟ سرقت ايه وبتاع؟ انا اروح اسرق علشان اجيب مزيل للتشققات الجلديه؟ ده ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ المهم سيبك من الكلام ده. احنا عندنا دكر بط في التلاجة بقاله يجي 3 سنين تقريبا. زمانه اتحنط في الفريزر وبقى تمام قوي. يا ريت تطلعيه لنا علشان تعمل لنا عليه اكله حلوه كده، عشان انا عازم ناس مهمه النهارده على الغدا. بس انا كنت شايلاه لمولد النبي. يا بنتي مولد النبي ده من 3 سنين، لكن انا عازم ناس مهمه النهارده على الغدا. ومن امتى الكرم ده كله؟ ده انت ما بتعزمش اهلك على الغدا اصلا. مين قالك؟ لا بعزمهم، بس انت تلاقيكي ما بتاخديش بالك. ده راجل جارنا ساكن جديد في العماره، راجل متريش وهيطلع من وراه سبوبه حلوه. سبوبه؟ طب لا فهمني بالراحه. بص يا ستي، الراجل ده بيشتغل شغلانه كده عجيبه كده، اسمها ايه؟ فوتوغرافر. عارفه يعني ايه فوتوغرافر؟ لا. ولا شيخ الغفر؟ لا. ولا انا. المهم ان هو بيشتغل حاجه تبع السيما، جاي يغطي مهرجان من مهرجانات السيما، وعايزنا اشتغل معاه سواق طول الفتره اللي هو قاعد فيها ايه. طب وشغلك الاساسي؟ لا، ما انا خدت اجازه اسبوع. ده اداني 500 جنيه بمجرد ان انا اجرت له الشقه الفاضيه اللي في العماره عندنا. مش مطمنه لك يا مصطفى؟ مش مطمنه لي ليه؟ بقول لك هيطلع من وراه مصلحه حلوه. ما انت كل مره تقول لنا كده ويطلع الموضوع فوق نافوخي انا ولا ايه؟ بقول لك ايه، اسمعي الكلام. انا راجل البيت هنا، انا ادي اوامر تتنفذ، ما تعمليش فيها بقى بوجوده والجنان بتاعك ده كده. طب انا مش هعمل حاجه وهدي. ايه ده؟ ايه المعينه دي؟ وانا كلمتي ما بتمشيش في البيت ده خالص ولا ايه؟ الو، مساء الخير. مطعم خالة ام حسن؟
مين؟ حسن؟ من فضلك كنت عايز اعمل اوردر شرقي. تعالى شبيت تعالى شبيت. هاجي اعمل ايه يا متخلف انت؟ اسمع بس اسمع ايه يا حاج؟ هتتصنط على الناس التهبل يالا. تعالى اسمع بس. الراجل ده بيطلع اصوات غريبه. راجل مين؟ الراجل اللي اسمه جميل اللي مأجر الشقه دي. طب واحنا مالنا؟ ما هو اصل الراجل ده مريب قوي، وبعدين كل ما اشوفه كده قلبي بيتربط، وبعدين الشقه بتطلع اصوات غريبه. اصوات غريبه ايه يا بني ادم؟ ما جايز يكون في الحمام مثلا، احنا في الحمام بنطلع اصوات غريبه عادي. الاصوات دي من غير ريحه. بعدين الراجل ده كل شويه يظهر ويختفي يظهر ويختفي كانه لابس كوفيه الاخفاء. كوفيه الاخفاء؟ انت يا ابني حمار يا ابني، اسمها طاقيه الاخفاء يا حيوان انت. دي عندنا في مصر هنا اسمها طاقيه الاخفاء، هو راجل اجنبي اسمها كوفيه الاخفاء. امشي من هنا، انت تيجي تتصنط عليا احنا شخصيا. ايوه بس انتوا ما بتطلعوش اصوات غريبه. يعني انت بتتصنط علينا؟ بتصنط عليكم. امشي انزل يا متخلف عقليا انت. ماشي الله يسامحك الله يسامحك. صلت على الناس، اخر الزمن السكان المحترمين تصنط عليها.